انت يا ابني سندوتش البيض بالبسطرمه هيتحرق. محدش ينكر ان البيض بالبسطرمه باشا البلد على اي فطار مصري اصيل. 5 اسباب تخليك تجيب سندوتش البيض بالبسطرمه من مطعم بقالي، هقول لك على 3 منهم واسيبك تكتشف الاثنين التانيين لما تنورنا في مطعم بقالي. معلومة مهمة كده وسريعة، ان البسطرمة مش من اللحوم المصنعة، بل لحمة طبيعي 100%، واخدة الخلطة بتاعة البسطرمة من فوق. اهم حاجة ان احنا بنشوح البسطرمة بحتة زبدة فلاحي طبيعي مش بزيت نباتي. تاني حاجة بقى ان البسطرمة بتاعتنا بتتعمل اول باول مع كل اوردر، مش مركونة ومتجهزة من ربع ساعة. واول ما البسطرمه تتشوح بننزل عليها بالبيضه عشان يبقى سندوتش لذيذ وامن في نفس الوقت. وما ننساش ابدا نرش رشه الفلفل الاسمر